السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إحنا هنصمم مع بعض كتالوج من البداية للنهاية. الكتالوج ده لشركة سعودية صممناه على برنامج إليستريتور. دلوقتي أول فكرة معانا دي صممناها للعميل زي ما أنتم شايفين كده. طبعا إحنا صممنا له فكرتين، دي كانت الفكرة الأولانية كانت عبارة عن فكرة خفيفة لايت، بس ما كانتش أحسن حاجة. إن شاء الله هنشوف الفكرة التانية دلوقتي وهنلاقي إن هي كانت أفضل بكتير. طبعًا إحنا لمّا نيجي نصمم بنشتغل على فكرة، لو ما عجبتناش بنشتغل على فكرة تانية، ما عجبناش بنشتغل على فكرة تالتة، لكن في النهاية لازم نسلّم العميل التصميم اللي هو عايزه ويكون هو راضي عنه بنسبة 100%، وإحنا كمان راضيين عن التصميم بنسبة 100%، ومتنّينا مع التصميم نصمم فيه ونعدّل فيه ونطوّر فيه لغاية أمّا نكون راضيين عنه. طيب لو حصل إن إحنا ما بقيناش راضيين عن التصميم دوّة، لأ بنلغيه ونشوف فكرة تانية خالص، لكن في النهاية لازم نسلّم فكرة وتصميم ممتاز. ودي الفكرة التانية اللي معانا، دي الفكرة الحمد لله إحنا بدأنا فيها، اشتغلنا عليها. في أحيانًا تصميم كده تشتغل عليه تلاقيه بيطلع معاك بيدّي معاك شغل كويس، أو بتلاقي الأفكار فيه شغالة كويس وبتطوّر معاك بسرعة، وكل خطوة بتحطها فيه أو تطوير بتعمله عليه بتنبهر بشكل التصميم وجماله. وفي تصميم تاني مهما تطوّر فيه أو تعدّل فيه، لأ هو تحس إن هو لأ ما فيش فايدة في التصميم دوّة، فما تتعبش نفسك فيه وما تدّيلوش وقت وجهد بزيادة. فده التصميم التاني لمّا بدأنا فيه لقينا إن هو ما شاء الله التصميم ممتاز جدًا وعجب العميل، وهو ده اللي إحنا اشتغلنا عليه. طبعًا إحنا دلوقتي بنصمم صفحة الفهرس. طبعًا التصميم ده عبارة عن صفحتين قصاد بعض، إحنا بنصممهم بحيث إن الاتنين الصفحتين يكونوا متكاملين. طبعًا إحنا أول حاجة إن إحنا ادّينا للعميل كذا option للألوان بتاع الصفحة، وده اللي هنشوفه دلوقتي. طبعًا تصميم الكتالوج دوّة على برنامج illustrator. كل ديّة إحنا جبناها عن طريق العميل من خلال الويب سايت بتاعه. طبعًا زي ما باقول كل مرّة، طبعًا زي ما أنتم شايفين كده إن إحنا بنقعد نعدّل في التصميم ونغيّر فيه حاجات لمسات بسيطة ونشوف شكلها عامل إزاي، نغيّر في الpoints، نشوف لو هنحط السهم طب نغيّره، طب نحط مش عارف لونه بشكل مختلف، طب نحط سطر بين الفقرتين اللي فوق واللي تحت، طب لأ نلغيها. كل حاجة بنقعد نعدّل فيها لغاية أمّا نلاقي إن عينينا مستريّحة. لازم عين العميل أو المشاهد اللي هيبُص على الكتالوج دوّة لازم تكون مستريّح، وإلا يكون في مشكلة في التصميم. زي ما قُلت لكم إحنا بنعمل كذا لون لل ال ال في الأول للعميل عشان يختار اللون المناسب ليه، مرّة لونه أصفر، مرّة أحمر، مرّة أسود، مرّة أبيض، فبندّي له كذا لون. طبعًا ده النقاش معاه، يعني بنشوف الألوان اللي هو مستريّحها، فلمّا يكون غير مستقر على لون معيّن أو متذبذب لأ، طب ندّي له الاختيارات كلّها بحيث إن هو يشوف بقى قبل ما نبدأ، بحيث إن إحنا خلاص استقرينا على اللون، نبدأ نطبّق اللون دوّة الأساسي بتاعنا في كل الكتالوج. طبعًا خلاص إحنا استقرينا على اللون، تمام. بعد كده دخلنا على الصفحة التانية. طبعًا أهم حاجة كان التصميم الأساسي اللي عندهم هو تصميم المُعيّن دوّة أو المكعب دوّة، تمام. ف في جزء منه بنفرّغه وفي جزء منه بنخلّيه solid أو color أو filled يعني، أو نملى الفراغات ديّة باللون بتاعنا. فطبعًا كل ده بنقعد نجرّبه، طب نفرّغ دي، لأ نملى المنطقة ديّة، نعمل mix بين الاتنين وهكذا. طبعًا كل دوّة مهم جدًا إنه يتطعّم بصور بجودة عالية. طبعًا الصور دي كلّها عملناها إن هي تكون واخدة الشكل بتاع الشكل المُعيّن بتاعنا، تكون جوّاه، بحيث إن زي ما قُلت لكم لازم يكون التصميم كلّه matching مع بعضه. طبعًا إحنا مسرّعين العملية، الفيديو دوّة مدته حوالي 13 دقيقة. فطبعًا الفيديو ده الكتالوج ده إحنا صممناه تقريبًا في مدة حوالي شهر. ليه؟ لإن إحنا زي ما قُلت لكم إن إحنا بنعمل negotiation أو تعديلات مستمرة مع العميل لغاية أمّا يوصل التصميم اللي عاجبه. ب ب ب كُنّا معاه خطوة بخطوة في درجة الألوان، في الشكل، في الصفحات، في المحتوى، في كل حاجة كُنّا معاه خطوة بخطوة، فتقريبًا خَد مننا حوالي تقريبًا شهر.
طبعًا شهر مش شغل مستمر، ولكن حسب بقى بتبقى ظروف مثلًا العميل عمّا يرُد علينا، عمّا يعدِّل، عمّا ننفّذ له التعديل اللي هو عايزه فنبعته له فيكون مشغول فيرُد علينا وهكذا، تمام. لكن ده الواقع اللي حصل إن هو خَد إيه، شهر. لكن في النهاية لمّا استقرينا على الفكرة خلّصناه تقريبًا في حوالي 48 ساعة تقريبًا، الfinish النهائي بقى بتاع الإيه، بتاع الكتالوج. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده نجيب المكعب مرّة على اليمين، طب نزوّد الفراغ، نقلل الفراغ، كل الحاجات ديّة بنبدأ نجرّبها ونشوف العين مستريّحة والّا أهم قاعدة هو العين تكون مستريّحة. طيب القاعدة ديّة هي قاعدة نقدر نقول عليها قاعدة حُرة، يعني مش منضبطة، بترجع لعين المُصمِّم. فبترجع لعين المُصمِّم مش أي مُصمِّم هيعرف يضبطها، لازم يكون عنده خبرة كافية واتفرّج كتير ويكون اتفرّج على شغل كويس، عشان يقدر يقول إن أنا عيني مستريّحة، تمام. لكن المُصمِّم اللي في بداية حياته اللي لسه ما عندوش خبرة مش هيقدر يشتغل على القاعدة ديّة، هي راحة العين مش هيقدر يشتغل عليها، لازم يشتغل بقى بقواعد التصميم المُتّبعة، يشوف إيه القواعد، إن يكون التصميم simple يكون متّزن، يكون مش عارف يراعي الفراغات، يراعي الألوان، يراعي الحاجات دي كلّها. بعد أمّا تزيد خبرته، يعني أنا بقى لي في المجال ده شغّال بقى لي 12 سَنة، فطبعًا خلاص مش حافظ القواعد، أنا باطبّقها فعليًا، فعشان كده مجرّد بس باشوف التصميم فباقدر أقول أنا عينيّا مستريّحة والّا لأ، باشوف الخلل فين، لأ أنا التصميم مش مستريّح، فابدأ أعدّل فيه لغاية أمّا عيني تستريّح، عيني استريّحت خلاص، هو كده التصميم بقى ممتاز جدًا وبقى تمام. طبعًا دي الأيقونات بتاعة اللي موجودة في الكتالوج. برضه الأيقونات دي بنبدأ نعدّلها على الفوتوشوب، نعدّل الcolor بتاعها هتكون أبيض، هيكون فيها خلفية وراها أحمر، وراها خلفية سودا، طب الأيقونة ذات نفسها دي هي اللي تبقى اللون، كل ده بنجرّبه ونشوف أنهو شكل هيبقى زي ما قُلت مُريح للعين، أهم حاجة راحة العين. طبعًا الكتالوج ده يعني مكوّن من كذا قسم طبعًا، إحنا اتكلمنا في الأول الفهرس، بعد كده من نحن، لغاية ما وصلنا لإيه، لخدماتنا، كل دي جبناها من على الwebsite بتاع العميل. زي ما أنتم شايفين بنبدأ نكوّن الشكل من بعضه، كان بوكس كبير طلّعنا منه بوكس صغير، خلّينا بوكس صغير بلون مختلف، طلّعنا تحتيه بوكس بنفس الشكل عشان نحط فيه الdata المختلفة، كل بوكس حسب الdata اللي فيه بنعمل الحجم بتاعه. لغاية أمّا في الآخر بتكوّن العنصر جنب العنصر، تلاقي الشكل كلّه اتكوّن وبقى متناغم مع بعضه. طبعًا أنا باجيب الdata من الكتالوج الأولاني أو من الفكرة الأولانية، الفكرة الأولانية اشتغلنا عليها فترة، فكان فيها الdata تقريبًا كلّها، فبنجيب الdata منها جاهزة عشان نحطها في الفكرة التانية اللي إحنا اشتغلنا عليها، اللي هي كانت الفكرة النهائية، اللي هي بتاعة المكعب. طبعًا اللي أنا باضبّطه دلوقتي هو عنصر الأبعاد أو المسافات. عنصر المسافات في التصميم مهم جدًا، جدًا، جدًا. دوّة من أساليب أو من وسائل إن العين تستريح، لإن التصميم لو زحمة الdata كلّها جنب بعضها لازقة في بعضها ما فيش أي مسافات، فده العين مش هتبقى مستريحة تمامًا. وتقدر تجرّب دوّة عن طريق إن أنت تتفرّج على تصميمات مختلفة، يعني بُص كده على تصميم مثلًا إحنا بنصممه وشوف تصميمات تانية من على النت، شوف كمية الزحمة اللي فيها، هتلاقي إن عنصر المسافات دوّة لإن في مصممين كتير بيهملوا العنصر دوّة، عشان العميل عايز data كتير في مساحة معيّنة أو مقاس معيّن ومش عايز مثلًا يكتر الصفحات، ف فبيضطروا يضغطوا الdata وده غلط جدًا. لإن ساعتها الفكرة الأساسية بتاع التصميم أو الرسالة بتاعة المحتوى مش هتوصل، ليه؟ لإن هي زحمة، العميل اللي هييجي يطّلع عليها مش هيحس بالراحة، فمش هيقرأها. لازم أيسّر له سهولة القراءة، لازم يكون الكتالوج أو التصميم فيه تسلسل منطقي في القراءة، والعين ماشية مع التصميم بدون ما ندرك دوّة، يعني التصميم أنا باضبّطه بحيث إن أنا أخلّي العين تمشي بمسار معيّن في القراءة وفي الفُرجة بدون ما ياخد باله، يلاقي نَفْسه خلّص التصميم وخلّص الاطلاع عليه والمعلومات كلّها بقت جوّه ذهنه وفهمها بسهولة من غير ما ياخد باله إن أنا كنت باقوده. هنا بقى بتيجي هنا شطارة المصمم في إن هو يخلّي التصميم يقود العين بتاعة العميل من غير ما ياخد باله.
طبعًا دي مجموعة من الأيقونات خاصة بالعميل، طبعًا كل أيقونة ليها مفهوم خاص بيها، هو ليه مشاريع معيّنة للعملا بتوعه، كل عميل منهم ما عملوش كل الخدمات، عمل له جزء من الخدمات، فهنا كل أيقونة من دول بتدل على خدمة معيّنة، فدي كانت الفكرة بتاعتها، إن نقول للعميل دوّة عملنا له مثلًا 5 أيقونات يعني 5 خدمات، 3 أيقونات يعني 3 خدمات، طبعًا كل أيقونة بترمز لخدمة معيّنة دي خاصة بيه هو والعملا فاهمين الإيه، الأيقونات ديّة. طبعًا الأيقونات دي إحنا بنضبّطها وبنضبّط الشكل بتاعها بناءً على الbackground، يعني لو خدنا بالنا الbackground اللوجو مثلًا أبيض، نخلّي مثلًا background أبيض، background غامق نخلّي ال 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 أو اللوجو غامق نخلّي الbackground غامق وهكذا. طبعًا كل الحاجات دي بنضبّطها زي ما قُلنا على الفيس زي ما أنتم على الفوتوشوب زي ما أنتم شايفين كده، بنضبّط اللوجوهات بتاع العميل عشان تبقى في النهاية تاخد سيمترية واحدة وتكون كلّها تظهر بنفس الشكل. يعني ده اللوجو أهوّة فيه background أهوّة background تقريبًا move، فاللي إحنا هنعمله إن إحنا نخلّي الbackground بتاع الأرضية كمان اللي اللوجو هيتحط عليها بنفس اللون، عشان يبقى مُريح أكتر للعين. ده برضه الbackground بتاعة اللوجو أصفر، هنحط الbackground الأرضية اللي وراه برضه باللون الأصفر. في فكرة تانية أو اقتراح تاني إن إحنا نفرّغ الأرضية ديّة اللي ورا اللوجو ونخلّي اللوجوهات كلّها أرضيتها بيضا. بس طبعًا الفكرة دي تنفع في بعض اللوجوهات وما تنفعش في لوجوهات تانية حسب اللوجوهات ديّة هل هي متوفرة open source والّا لأ؟ يعني اللوجو الشاورما ده كان متوفر open source كان الAI بتاعه، فكان سهل إن إحنا ناخد اللوجو بس ونفرّغه من الخلفية بتاعته. في لوجوهات تانية بتبقى الجودة بتاعتها ضعيفة أو إن إحنا نفرّغها بيبقى الموضوع صعب جدًا ومش بتطلع أحسن حاجة وبتاخد وقت طويل جدًا بدون داعي، فبنعملها بالفكرة ديّة وفي النهاية بيكون الفكرتين يعني سواء كانت الطريقة دي أو الطريقة دي الاتنين ممتازين جدًا. دلوقتي ديّة يعتبر تقريبًا آخر صفحة، صفحة الخريطة بتاعة العُملا بتاعة العميل أو الأماكن اللي هو آآ العُملا بتوعه كانوا متواجدين فيها وقدّم لهم الخدمات بتاعته. طبعًا الخريطة ديّة خريطة فعليًا واقعية، يعني إحنا شُفنا الخريطة Google Maps بنشوف المدن اللي هو خَدَم فيها مكانها فين فعلًا على Google Maps بحيث إن هي الخريطة تكون صحيحة بنسبة تقريبًا 100%، يعني هي مش موجودة مش مجرد خريطة افتراضية لأ. يعني إحنا فعلًا بنهتم بأدق التفاصيل إن كل حاجة تكون صحيحة ومنطقية. طبعًا آخر صفحة طبعًا بيبقى فيها الdata بتاعة الإيه، بتاعة العميل، العنوان، رقم التليفون، الwebsite، السوشيال ميديا بتاعته. طبعًا أنا باسرّع عملية التصميم، باجريه بسرعة عشان طبعًا التصميم دوّة اللي هو 13 دقيقة عشان نصممه واحدة، واحدة ونشوف الأداة اللي إحنا استخدمناها إيه في كل خطوة، فطبعًا ده هنخلّي الفيديو دوّة مدته مش أقل من ساعتين، فطبعًا ده صعب جدًا. فده كان التصميم النهائي لكل الصفحات بعد ما حطيناها في الmock up ده شكل تخيلي بنوضّح فيه تصميم الصفحتين قصاد بعض هيبقى شكله عامل إزاي عشان وده في المنتج النهائي في الPDF. فحتى واضح الفرق بين الPDF وبين الMookup. الMookup بيبقى فيه ظلال وshadow والeffect بتاع الصفحة بيبقى شكله عامل إزاي، بحيث أتخيل عشان لمّا يطبع تتخيل الكتالوج بعد ما مطبوع هو هيبقى عامل إزاي، التنيات بتاعته، الدبوس مكانه فين، الكلام ده كله. ده الPDF اللي بيروح إيه، للعميل. وبكده نكون خلّصنا الفيديو اللي معانا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا تصميم الكتالوج دوّة، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله وأفكار جديدة. شكرًا، السلام عليكم.